بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم الطالب حمدي وجيه، طالب بالفرقة الثالثة قسم البايوتكنولوجي، كلية الزراعة، جامعة الأزهر بالقاهرة. معاكم من قناة حمدولوجي، وفي البلاي ليست دي بقدم لكم معلومات عن كلية الزراعة. في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله تكملة لسلسلة ليه أدخل، هنتكلم عن مظلة وقاية النبات. وزي ما قلنا في الفيديو التمهيدي إن مظلة وقاية النبات يندرج تحتها 3 شعب وقسم: شعبة المبيدات، شعبة الحشرات الاقتصادية. والشعبتين دول هما اللي يندرجوا تحت القسم ده قانونا في كلية الزراعة جامعة الأزهر. لكن قسم الحيوان الزراعي والنيماتودا وشعبة أمراض النبات دول منفصلين عن مظلة وقاية النبات، ولكن احنا أدرجناهم تحتها لأنهم نفس المجال، يعتبر يعني نفس المجال بتوع القسمين دول أو بتوع الشعبتين دول. قسم الحيوان الزراعي والنيماتودا قسم منفصل. أو شعبة أمراض النبات هي شعبة تندرج تحت قسم يسمى قسم النبات العام. قسم النبات العام ده يتكون من شعبتين: شعبة أمراض النبات وشعبة الوراثة. الوراثة هنتكلم عليها في فيديو لوحدها إن شاء الله كمادة من المواد العلمية أو كقسم من الأقسام العلمية. بالنسبة لأمراض النبات هنتكلم عنها النهاردة في مظلة وقاية النبات. ننتقل إلى قسم المبيدات. هنذكر طبعا الثوابت اللي احنا عارفينها. تعريف بالقسم: قسم المبيدات ده أو شعبة المبيدات دي شعبة بتهتم بإعداد كوادر قادرة على المساهمة في إعداد برامج الإدارة المتكاملة للآفات الحشرية والزراعية وتطبيقها. يعني أنت من الآخر هتعمل برامج للمكافحة، هتعمل المبيدات، الكلام ده كله يعني عشان في الآخر كله ينصب في إيه؟ إن أنت تقلل من الأخطار ومن الحشرات ومن الحيوانات اللي هي بتضر بالنبات. يعني في الآخر بينصب في وقاية النبات وازدهار النبات وزيادة الأعداد. شروط الالتحاق بالقسم في العام الدراسي 25-26: تكون جايب على الأقل مقبول في سنة تانية كتقدير عام، وجايب جيد على الأقل في مادتين من مواد التخصص. طب إيه هي مواد التخصص؟ مادة كيمياء 1 اللي حضراتكم درستوها في أولى الترم الأول، مادة كيمياء 2 اللي حضراتكم درستوها في أولى الترم التاني، مادة مبادئ علم الحشرات اللي حضراتكم درستوها في أولى الترم التاني. بالنسبة للمواد الدراسية هنشوفها في سلايد قادم. بالنسبة لفرص العمل هنشوفها في سلايد قادم. بالنسبة للكورسات احنا قلنا الاسطمبة الثابتة هنا التدريب لدى الشركات والمصانع والمعامل والمزارع. المواد الدراسية في شعبة المبيدات فرقة تالتة، فرقة رابعة، ال4 ترمات. المواد واضحة قدام حضراتكم، تقدروا تقرأوها وتبحثوا عنها براحتكم اللي انتوا عايزينه. بالنسبة لفرص عمل شعبة المبيدات: معامل تحليل متبقيات المبيدات، شركات المبيدات والأسمدة، الدعم الفني للشركات الزراعية، مكافحة الآفات الاقتصادية، الاستشارات الزراعية والإرشاد، مصانع إنتاج المبيدات، تربية الحشرات المفيدة كالجراد. وبكده يكون كلامنا عن شعبة المبيدات انتهى. ننتقل إلى شعبة الحشرات الاقتصادية. التعريف بالقسم أو بالشعبة، يعني أنا لو بصيت كده هلاقي نفس التعريف. ما الشعبتين بيعملوا نفس الحاجة، الاتنين بيندرجوا تحت قسم وقاية النبات، فبالتالي مش هيكون فيه جديد، أو لو في فروقات هتكون بسيطة جدا. هو نفس التعريف. شروط الالتحاق بالشعبة: يعني الشعبة دي تقبل الناجحون بمواد، يعني انت شايل مادة شايل مادتين هتخش حشرات. وكمان ان انت تكون ناجح على الاقل في مادة التخصص، يعني مش معنى ان انت شايل مادتين تكون شايل حشرات تدخل، لا، لازم تكون ناجح في مادة الحشرات. يعني مادة الحشرات اللي انت درستها في اولى الترم التاني ما ينفعش تكون من المواد اللي انت شايلها. المواد الدراسية هنشوفها في سلايد قادم. فرص العمل في حشرات زي مبيدات لانها نفس القسم، مفيش اختلاف، مفيش اختلاف خالص. اي نعم، ممكن مثلا بتاع مبيدات كشغله يبعد مثلا عن فرص التربية والكلام ده اللي هو يعمل مزارع الحشرات المفيدة زي النحل والجراد. ممكن كشغله هو مثلا عايز يشتغل في مبيدات بحت، تمام، يبعد عنها، ده شغل حشرات. لكن لو هو دماغه في كده وعايز يعمل بيزنس خاص بيه، يعني ربنا يعينه، عادي، محدش هيمنعه، هو شغل القسم بتاعه. بالنسبة للكورسات زي ما قلنا التدريب لدى الشركات والمصانع والمعامل والمزارع.
ندخل على المواد الدراسية بتاعت شعبة الحشرات الاقتصادية سنة تالتة سنة رابعة. مواد الأربع ترمات موجودة قدام حضراتكم، تقدروا تقرأوها وتبحثوا عنها زي ما انتوا عايزين. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن شعبة الحشرات الاقتصادية. نبدأ نتكلم عن قسم الحيوان الزراعي والنيماتودا. التعريف بالقسم: هو قسم يهتم بإعداد كوادر ذات وعي بالأسس العامة لعلوم الحيوان الزراعي وكل الآفات الحيوانية غير الحشرية من الناحية الأكاديمية والتطبيقية. أكاديمية بحيث لو تشتغل في البحث العلمي، تطبيقية لو هتشتغل في مجال خارجي مجال الزراعة. الآفات الحيوانية غير الحشرية، لأن إحنا فصلنا الحشرات اتكلمنا عنها في قسم الحشرات أو شعبة الحشرات وشعبة المبيدات. لذلك إحنا بنتكلم عن أي حاجة هنا سواء كانت مضرة أو مفيدة للأرض من الكائنات الحية، ولكن غير الحشرات. شروط الالتحاق بقسم الحيوان الزراعي والنيماتودا: الناجحون على الأقل بمواد، يعني أنت شايل مادة ومادتين، وتكون ناجح على الأقل في مادتين التخصص، اللي هي مادة الحيوان الزراعي اللي درستها في سنة أولى الترم الأول، وفي مادة تانية للحيوان الزراعي في سنة تانية الترم التاني. وبالنسبة للمثال ده، يعني يحضرني مثال زي ما بقول لحضراتكم على طول: لازم نذاكر ونجيب امتياز. لقى أحد زمايلي دفعتي باشمهندس صلاح القاضي الرابع على الدفعة دخل قسم حيوان زراعي. ادي راجل هو مرتب وجايب امتياز، ومع ذلك دخل القسم اللي هو ايه بياخد الناس اللي ناجحة بمواد. معنى ذلك ان في ناس ما اتقبلتش في القسم لان هو خد مكانها، لان هو تقديره اعلى منهم. فلذلك انا دايما بنصح الناس ان هي تذاكر وتجيب تقدير عالي علشان تدخل القسم اللي هي عايزاه. بالنسبة للمواد الدراسية هنشوفها في سلايد قادم. بالنسبة لفرص العمل هنشوفها في سلايد قادم. بالنسبة للكورسات، الاسطمبة الثابتة بتاعتنا تدريب للشركات والمصانع والمعامل والمزارع. بالنسبة للمواد الدراسية الخاصة بقسم الحيوان الزراعي والنباتودة: فرقة تالتة، فرقة رابعة، الأربع ترمات. المواد موجودة قدام حضراتكم، تقدروا تقرأوها تبحثوا عنها زي ما انتوا عايزين. فرص العمل في قسم الحيوان الزراعي والنباتودة زي ما احنا متعودين، احنا بنذكر بعض الأمثلة الحية: معامل تحاليل النماتودا وغيرها من الحيوانات، المكافحة الكيميائية والبيولوجية للآفات، إنشاء وحدات لتربية حيوانات التجارب مثل الفئران والغربان وهكذا، مديريات الصحة والطب الوقائي والطب البيطري والصحة العامة، إنشاء وحدات لتربية المفترسات الحيوانية، يعني حيوانات مفترسة بنستخدمها لنتخلص من آفات معينة. يعني مثلا نربي حاجات زي الأكاروسات. الأكاروسات دي مفترسة، بتاكل أنواع معينة من الحشرات وهكذا. مديريات الزراعة والإدارات الزراعية، المعمل المركزي للمبيدات. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن قسم الحيوان الزراعي والنيماتودا. ننتقل إلى شعبة أمراض النبات التي تندرج تحت قسم النبات العام مع شعبة الوراثة. شعبة أمراض النبات هنعرف إن هي شعبة أو قسم يهتم بإعداد كوادر علمية واعية بدراسة ومكافحة الأمراض التي تصيب النبات. شروط الالتحاق بالقسم: تكون حاصل على جيد على الأقل في سنة تانية، والنجاح على الأقل في مادة الميكروبيولوجي اللي حضراتكم هتدرسوها في سنة تانية في الترم الأول، بالإضافة إلى إن أنت تكون حاصل على جيد في مادتين على الأقل من مواد التخصص، اللي هم إيه؟ اللي هم مورفولوجي نبات اللي درستها في الترم الأول سنة أولى، تاكسونومي نبات اللي درستها في الترم التاني سنة أولى، فسيولوجي نبات اللي درستها في الترم التاني سنة تانية. وبرضو يحضرني مثال الشعبة دي: الشعبة عايزة حد جايب جيد، التحق بيها السنة دي زميل باشمهندس علاء إبراهيم الأول على الدفعة. فرص إن هو يدخل القسم كان هو أصلا أول فرصة، يعني أول حد القسم هياخده وش، مش محتاج. لذلك بقول للناس تذاكر وتجيب تقدير عالي.
المواد الدراسية هنقولها في سلايد قادم. فرص العمل هنقولها في سلايد بعده. الكورسات معانا الاسطمبة الثابتة، ومعانا بعض الكورسات اللي هنقول لكم عليها. بالنسبة للمواد الدراسية لشعبة أمراض النبات، سنة تالتة سنة رابعة، مواد الأربع ترمات موجودة قدام حضراتكم، تقدروا تقرأوها تبحثوا عنها زي ما انتوا عايزين. بالنسبة لفرص عمل شعبة أمراض النبات، العمل في شركات تصدير الحصلات الزراعية، الشركات الخاصة بالإنتاج الزراعي، التحاليل الميكروبيولوجية في شركات المياه، مصانع الكمبوست أو السماد العضوي أو الأسمدة الحيوية، مصانع البيوجاز وسماد البيوجاز. البيوجاز ده اللي هو غاز حيوي، نستخدم فيه بقى شوية طحالب وشوية كلام كده، يعني هنقول مثلا مرمي على مجال البايوتكنولوجي يعني نستخدم شوية حاجات في إيه في المستوى الجزيئي عشان تحول لنا مخلف إلى وقود. وبالمناسبة أنا كنت في فيديو منزله عندي على القناة، عبارة عن مناقشة كده سريعة من غير شرح ولا أي حاجة، لمدة 4 أو 5 دقايق، عبارة عن حاجة زي كده. يعني أنا استخدمت مواد كيميائية وأخدت قشور الكاكاو اللي هي عبارة عن مخلف زراعي وعملت منها وقود حيوي. دي بيبر أو بحث علمي يعني، كنت لخصته وعملت فيه باوربوينت، تقدروا ترجعوا له وتتفرجوا عليه. استزراع وإنتاج الفطريات الغذائي، مصانع السيلاج. الكورسات بقى اللي هي إضافية اللي احنا قلنا عليها: كورس الأكوابونيك، كورس الإيروبونيكس، كورس الهيدروبونيك، الام بي بي اللي هو مولكيولار بلانت باثولوجي، ده بنستخدم فيه حاجات زي البي سي ار والكلام ده، يعني بنشخص حاجات مولكيولار. البوست هارفست باثولوجي اللي هي امراض ما بعد الحصاد. الاكوابونيك ده اللي هو يعني زي كنا اتكلمنا عنه في مره سابقه، لو تفتكروا في الفيديو بتاع ليه ادخل انتاج حيواني، قلنا ان انت ممكن تفتح مزرعه اكوابونيك في الاسماك، فده بيبقى مزيج. الايروبونيك اللي هو مزارع في الهواء، هتدرسوه ان شاء الله في مادة البساتين، تعرفوا ان انتوا بتحطوا النبات ده في مزرعة فارغة، في غرفة فارغة، اقصد غرفة فارغة مظلمة، وبتوصلوا لهم المادة الغذائية في هيئة رذاذ من المحلول المغذي. فالكلام ده كله هتاخدوه في مادة البساتين ان شاء الله، وهتعرفوه يعني بشكل افضل شوية. وبكده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص. أتمنى تكونوا استفدتوا، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لو قلت معلومة صح فده فضل من ربنا، لو قلت معلومة غلط فده سهو مني ومن الشيطان. أتمنى لو استفدت من الفيديو تشيره لغيرك عشان يستفاد، عشان يعرف يحدد القسم بتاعه بدل ما يدوخ ويكون عرضة لأن يجيله أمراض. أتمنى زي ما أنت استفدت تفيد غيرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.